تخيل ان المتحف المصري كان هيتسرق، ومش قطعه ولا اتنين، دي كنوز كامله كانت هتختفي من مصر في ليله واحده. في سنه 1882 وقت ما الانجليز دخلوا مصر بعد ثوره عرابي، وقتها البلد كانت مولعه والفوضى في كل الشوارع. الملك توفيق كان خايف ان الاحتلال يسرق كنوز مصر القديمه، خصوصا التاج الذهبي واثار فرعونيه كانت لسه مكتشفه حديثا في مقبره طيبه بالاقصر. الملك توفيق فهم اللعبه بدري، وان الانجليز مش جايين يحكموا بس، ده كمان عينيهم على اثار وكنوز مصر. فقرر انه يعمل حركه جريئه جدا، امر ان كل القطع الاثريه تتحط في صناديق خشب محكمه وتتهرب سرا من المتحف المصري في الازبكيه الى قصر عابدين علشان يحميها من السرقه. المخابرات البريطانيه اكتشفت الخطه، بعتوا قوه عسكريه تحاصر القصر قبل ما الصناديق تتنقل بره القاهره. وفي اللحظه اللي الجميع فكر ان خلاص الاثار هتتاخد، بيظهر موظف مصري بسيط اسمه احمد كمال باشا، اول عالم اثار مصري. الراجل ده قدر يخبي اهم القطع الاثريه في بدروم المتحف القديم تحت الارض، وقدر يمنع اكبر عمليه نهب كانت هتحصل في تاريخ مصر. ولولا الراجل ده معظم الاثار اللي بتتفرج عليها دلوقتي في المتحف الكبير كانت هتكون في متاحف اوروبا مش في مصر.